ماشي. مرحبا مرحبا، كيف حالك؟ يطيب وجودك. اي نعم نعم، اسمه نمبروسي. كيف حالك؟ مرحبا يا سيدي، كيف حالك؟ طيب، كيف حالك؟ طيب، مرحبا يا سيدي، اهلا وسهلا بك يا سيدي، فرصه طيبه يا سيدي، اهلا وسهلا. مرحبا يا سيدي، كيف حالك؟ طيب، كيف حالك؟ طيب، مرحبا يا سيدي، كيف حالك؟ مرحبا. تشرفنا في هذه الليلة المباركة باستقبال وفد رفيع المستوى من مشايخ وأعيان وعمد قبيلة ورفلة العريقة، قبيلة ورفلة، والتي تمتد جذورها في التاريخ الليبي، وكذلك تمتد جذورها في جغرافيا ليبيا من أقصى تينيناي غربا إلى كل ليبيا، امتدادا بسبها وبن وليد و زمزم، قداحية، ملة، وادي بي، شميخ، إلى سرت، إلى بنغازي، إلى جدابية، إلى طبرق ودرنا، وكل مناطق سلوك والأبيار، قمينس، توكرة، المرج، إلى خارج الوطن في داخل مصر إلى الفيوم.
هذا الامتداد الجغرافي العظيم، وهذه القبيلة العريقة، القبيلة المجاهدة، خوالنا وبنيثينا، رفاقانا، جيراننا، أصحابنا، أحبابنا، زملاء في الدراسة، شركاء في العمل، صحبة في التعليم، في كل مناحي الحياة، بين كل تقدير واحترام، بين كل ما هو جيد ونقي. الحقيقة اليوم كرمونا بهذه الزيارة. نحن ما زادنا تكريما على المستوى الشخصي كعائلة الأصفر هو حضور العواقير ب3 اليوم. راكم شرفتونا، راهو جيد اليوم استقبالكم خوتنا ورفلة لما جو لقيوكم عندنا. نحن هذا منتهى عندنا في هذا اللقاء. اليوم لقاء راهو هناك تساؤلات. نحن لقاءنا والله ما هو سياسي ولا فيه انتخابات، وانا اقسمت بالله ولا فيه دعايه انتخابيه لحد، رغم انها مش عيب التحالفات السياسيه والانتخابيه، لكن ما فيش كلام هذا. نحن كل ما في الامر بالنسبه للعواقل ومشايخ ورفله تلتقوا معاهم في المواعيد ديما، والعلاقه اللي بيننا وبينهم ما عارفينها انتم يعني، والموده اللي بيننا. لكن فيه الدكتور عارف علي النايف، هذا الرجل طبعا كانت اقامته معظمها في الخارج، وكل ما تجي فرصه يجي هنا البنغازي يعدي هو ورفاقته ويحاولوا يعوضوا ما فات من مناسبات، مره في الابيار، مره في المقرون، مره في قمينس، مره في بنغازي، ونلتقوا. والحقيقه دائما يشيد بعلاقات القديمه بين الشياب، بين الوالد مصطفى الأصفر الله يرحمه وحياة علي نايض الله يرحمه والد الدكتور، بين مع الحاج احمد عقيل الله يرحمه، مع الشياب العواقير، مع العبار، مع الشياب اللي كانوا من زمان في الحكومه ايام الملك وايام رقرق وهذه الجماعه هذول والنواب. فدائما يحكي على العلاقات هذه ويحاول هو انه هو يبي لقاء يوم من الايام تلاقوا. وباش تفهموا القصه اخرى، راه خذكم ورفله حتى الضيفه اللي اليوم ان شاء الله بالهنا والشفاء راه مدزين ضيفتهم قبل ما يجوا، وراه قلت لهم راهو ما فيش ضيف يدز عشاء ويجي ياكل. قالوا نحن ماناش ضيوف، نحن جايين لهلنا ما يصيرش. قالوا لا يصير، وبعدها ردوا لنا زياره ما تعقبوش جهات تجيبوا اللي تجيبوه. فلذلك باش يعلم العام والخاص ان هذه زياره قبيله عرب جايه العرب، اصحاب جايه صحيب نظيفه. راهي كلمتي انا ماهيش كلمه، راهم الجماعه مقسمين كلمات ثلاثه. انا راني كلمه الضيافه والاستضافه اللي شرفتوني بها، وعائلتي العواقير بارك الله فيكم اللي شرفتوني بهذا الاستقبال الطيب لاخوتي وهذه الفله، وهذا يعطي انطباع كم قدرنا نحن عندكم عالي. بارك الله فيكم، كبر مقداركم، ونشكر اخوتي والفله وكبر الله مقداركم، وان شاء الله يجوكم في المسرات. ولكن تعاهدونا كم تقبلوا زيارتنا، لابد نجوكم نحن كيف جيتونا. رانا نحن العواقير ما نحبوش السلف سوى شر ولا خير، رانا ما ننسوش ولا نسيبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبيله العواقير مادين يدينا للجميع على اساس نتدارس وضع ليبيا. وضع صعب، وضع يبي وقفه منا جميعا، وحال الغايه ان نتبادل الزيارات مثل هذه الزياره المباركه، ونتناقش وننسى كل شيء، ونبني دولتنا اللي لا شك ان قريبا نفقدها بالكامل. نحن الحقيقه الشياب الاولين وهلنا عقبونا تاريخ طيب مبارك، وحتى في بدايه ليبيا وبعد الاحتلال الايطالي بدت العمليه ولمينا شمل بلادنا وبنيناها، وما نظرناش لهذه الجهويه اللي توا سايره عندنا. نحن اصلا رانا اخوه، ونحن كالعواقير مدينه بنغازي محسوبه علينا، ولكن نعتبروا فيها ليبيا، موجوده فيها جميع التركيبات الموجوده في ليبيا، وهذا نحتزوا به نظرا لانهم شيابنا كانوا خيمهم طيب ويعزوا الجار
ويعز الرفيق، وبينهم وبين جميع القبائل الموجودة في ليبيا محبة ومودة. فلهذه الأسباب نشكركم على هذه الزيارة الطيبة، ونبارك لكم ونقول لكم فيه عندنا أساتذة ودكاترة تقدروا يتكلموا في مجالهم الشخصي اللي يعرفوه، ونحن كشياب العرف نحن ما علينا الا نقولوا نحن رانا وحده واحده ورانا فزعه واحده، وراه ليبيا تبي تكاتف منا جميعا، وسليمتكم وتستر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى في كتابه العزيز: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ليلة مباركة طيبة نلتقوا بأخوتنا ورفلة، والحقيقة أنا شخصيا ورفلة دائما نقول فيها في كل ميعاد وفي كل لقاء أنها أنجبت شخصيات نعتز ونفتخر بهم. وطبعا زي ما قالوا اللي سبقوني أن قبيلة ورفلة ممتدة في ربوع الوطن من شرقه إلى غربه إلى جنوبه، والعلاقات واللقاءات هذين الحقيقة كويسات، نفتشوا بعضنا ونهدرزوا مع بعضنا. والحقيقة نتأسف على السنوات العجاف اللي عاش الوطن، والحقيقة لا يصح الوطن اللي بيتكاتف الجميع، ونتمنى إن شاء الله اللقاءات تكون مستمرة ونفتشوا بعضنا ونحطوا نصب أعيننا الوطن. الوطن ضايع، الوطن ضايع، الوطن ضايع. فمرحبا بكم، نزلتم أهلا، وإن شاء الله ديما ملتمين على الخير، وبارك الله فيكم. شكرا أستاذ عثمان على هذه الكلمة. الآن أستاذ محمد مراجع يختم كلمة مشايخ العواقير مع أخوتنا ورفلة في هذه المناسبة السعيدة. والحقيقة أستاذ محمد الأصفر ما قبلناش حاجة، يعني كلها التحليلات كلها ذكرها، لكن برضو قال مش متكلم ولكن لاحظ. أستاذ محمد تفضل. الشيخ ديما حايل علينا هذا في سجون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة نرحب أخوتنا ورفلة. والفلة قبيلة عريقة لها تاريخ ولها ماضي، قبيلة مجاهدة، وتربطنا نحن العواقير ورفلة عدة علاقات في التاريخ القديم وفي الحديث، فنحن واحد في كل شيء. ونحن نقولوا نحن توا ما عادش نقولوا ده ورفلة العواقير، نحن أبناء بنغازي، نحن أبناء بنغازي. وإن شاء الله بعد ما تقوم دولة قوية ونتخلص من العصابة الحاكمة، إن شاء الله نخدم بنغازي ونخدم المنطقة الشرقية. ولكن اللي ينقصنا توا نحن الوطن ضاع، وتحكموا فيه الدول المجاورة والدول الكبرى، هي اللي تسير في هذا الوطن وراحت فيه السيادة. لكن إن شاء الله مع تكاتف الليبيين جميعا تبقى ليبيا دولة واحدة يسودها المحبة والمودة. فنحن العواقير نرحبوا بأخوتنا ورفلة، احنا وياهم كنا طلبة وكنا في القضاء مع بعضنا. الدكتور عارف رجل صاحب وصديق، كنت انا وياه في تونس في 5 سنوات، صار رجل صاحب ورجل صديق. ونحن عشنا في بنغازي مع بعضنا، بنغازي فيها مع بعضنا نحن وبقية التركيبات. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يهدي الجميع إلى الصلاح. وبتكاتف إن شاء الله جهود الجميع مع اللقاءات والحوارات نستطيع أن نرجع ليبيا كما كانت. وإن شاء الله تجرى الانتخابات. الانتخابات هي أهم شيء يصل فيها الناس المخلصين إلى السلطة. هؤلاء المجموعة اللي قاعدة هذا ما تبيش انتخابات، ونحن ما نقدرش نصلوا
ونطلع ليبيا إلى بر الأمان إلا بالانتخابات. وإن شاء الله ربي يوفق الجميع وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سادات المشايخ، السادة الأعيان، السادة الأفاضل، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة ليس لي كلمة مع كلمات شيوخي كبارنا ومشايخنا مشايخ ورفلة. سأعطي الكلمة للأستاذ خالد كشكر وهو منسق مجلس ورفلة ليقدم شيوخ ورفلة ليدلوا بدلوهم إن شاء الله. أما بالنسبة للحديث الذي طلبه الأستاذ وأنا في طاعته إن شاء الله، هذا حديث فني وممكن أن يكون في اجتماعات مفصلة مع الخبراء والأساتذة المهندسين والدكاترة. ننسق لاجتماعات، عندنا الآن مقر في الدوارشة ممكن نجتمع فيه ونناقش الأمور الفنية، ولكن هذا المقام مقام اجتماعي حقيقة، ونحن ما جئنا إلا لصلة الرحم وللأخوة التي بين العواقير، السادة العواقير ورفلة، وخاصة الأخوة اللي كانت بين حياة سي مصطفى الأصفر رحمة الله عليه، الحاج علي أحمد النايض رحمة الله عليه، وعمامي الحاج فرج والحاج عبد الله رحمة الله عليهم. هذه الأخوة نحن من باب البر بالوالدين يجب أن تتصل وأن لا تنقطع. فأنا شاكر لسيدي محمد على هذه الدعوة، والعمدة عبد الله وسيدي سعد، فشاكر لهذه الدعوة الكريمة، وشاكر لحضور السادة مشايخ وعمد وساداتنا العواقير بصفة عامة. بارك الله فيكم على هذا الحضور المميز. نحن جئنا بمشايخنا وكبارنا والكلمة لهم، فأعطي الكلمة للأستاذ خالد ليقدمهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية أحب أشكر أختي العواقير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأقول لهم أن ورفلة بكامل تركيباتها بأقسامها الخمسة قد حضرت في هذا اللقاء تكبيرا واعترافا واحتراما لأخوتنا العواقير، ونقول لهم نحن في خندق واحد وفي مدينة واحدة، كما يقول الأستاذ محمد الأصفر: بنغازي قبيلة واحدة ومدينة واحدة. والحقيقة أخوتنا عيد الأصفر جيدة عليهم، ناس معروفين من قبل، ركن من أركان بنغازي، وناس متسمية زي ما يقولوا بالعامية. ونحن كقبيلة ورفلة عندنا علاقات أخوية وتاريخية بأخوتنا العواقير منذ أيام الجهاد، وحتى في حقبة إيطاليا وحقبة الاستقلال، حيث ذهب مشايخنا مع بعضهم إلى عصبة الأمم في ذلك الوقت وطالبوا باستقلال ليبيا، وهم الذين أتوا بالاستقلال. وتدافعت القوى الغربية، كانت هدفها تقسيم ليبيا على خصوصا الإدارة الإنجليزية، ولكن أبى هؤلاء المشايخ رحمة الله عليهم إلا أن تكون ليبيا دولة واحدة وعاصمتها واحدة وجيشها واحد. والآن نحن في نفس الطريق إن شاء الله، نسعى إلى توحيد ليبيا وجعلها دولة واحدة وجيش واحد إن شاء الله. هذا اللقاء الاجتماعي قد بعث رسائل كثيرة لكثير من الناس، وكما ذكر الأستاذ محمد الأصفر إنه هو لقاء خير هدفه الاتصال والاجتماع والتداول والتعارف ومخارطة الأمور ودراستها لوضع ليبيا. وأقول الآن إن قبيلة ورفلة وقبيلة العواقير هما ركنان من أركان ليبيا الرئيسية والأساسية. لا أحب أن أطول عليكم، ولكن أحب أقول في البداية إن السيد الشيخ العمدة مفتاح معتوق له كلمة، فليتفضل مشكورا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسعني في هذه الأمسية المباركة الليلة السعيدة، ليلة تاريخ اليوم هذا حيسجلوه في التاريخ بلقاء أخوتنا العواقير ورفلة. ونحن ما ناش بادعين، نحن تابعين. نحن ورفلة والعواقير في خندق واحد، وكيف ما قال الحاج محمد بدري قال نحن حتى السيمة والمزرعة، نحن جدودنا وبهاتنا وكبارنا يقولوا نحن العواقير رانا واحد. ونشكر خوت العواقير عامة بجميع الكباتي
لحسن الاستقبال وكرم الضيافة. والحقيقة اليوم استضافتكم في الدكتور علي حمد الناير والوفد المرافق له، رانا جايين لخوتنا، ما راش جايين لي برية ولا أنا جايين لي ناس أخرى، جايين بدون وساطة بدون جميل حد. وحتى لما تحصل مشكلة كما قال نحن في الوضع الاجتماعي، نحن لما يجون العواقير كان نقول لما تحصل أي هفوة ما نبوش حد يتدخل بينا، يجونا وجايين لهلهم وجايين لعربهم، وإن شاء الله تستوى على قهوة، ما عندنا شيء إشكالية. بعدين نخش العواقير، القبيلة العريقة، قبيلة الجهاد، قبيلة الكرم والجود والأجواد، قبيلة ممتدة في ربوع ليبيا وغنية على التعريف، ولها تاريخ في الجهاد وتاريخ في الكرم وفي الجود وفي كل حاجة الطيبة والمواقف السليمة الطيبة تحسب لهم. فأخوتي الحقيقة رانا اليوم تمنيناها من زمان تكون زلزالي، لكن ها هو ربك لها ساعات وطلبها الحاج محمد الأصفر وقال نحن نبغى نجمعوا ونقعدوا مع بعضنا، قلنا لها العين والراس، هذه ما يكرهها حد ونرحبوا بها، وهذا طلب قديم، ولكن كل حاجة لها أوان ولها ساعات. هذه الساعة المباركة إن شاء الله بإذن الله نحذو حذوها، ورانا ما عندكمش أي حاجة على ورفلة، اللي تبوها من ورفلة راهي عز وعصاتكم، واللي تبوها منها راهي معكم. فحقيقة اليوم معجب وسرور وسعيد بهذا اللقاء الطيب، ولم الشمل 3 قبائل من العواقير اليوم. أنا هذه فرحت لها الحقيقة وزادتني فرحة وسرور في هذه الساعة المباركة. ربي يعقد عسلكم، وإحنا هذه كيف نبوكم، أراكم لكم وزن، أراكم سنتر، أراكم في ليبيا معروفين، فلا طول عليكم وبارك الله فيكم ومشكورين. مساكم بالخير، السلام عليكم ورحمة الله. راهو والفلة والعواقير ما تقيمش هالكلام، هذه حاجة إلهية وأخوية ودم، نسب وحسب، خيخي وبنيخي. أنا شخصيا لي 200 سنة في برقة، جد بوي مدفون مع تكويري هنا، يعني مش العلاقة راهي ماهيش علاقة بسيطة والله، معرفة أمس والله اليوم. نصها العرب اللي قاعد أغلبهم يعرفوني ونعرفهم، يعني العرب وحدة راهي مش 2، نحن والعواقير واحد ماناش 2. حتى كلمة خوت ما خوت أعتقد إنها فيها غيبة، نحن واحد مش 2. نحن دم ولحم ومختلطين تراب وشراب. ما هذه عبارة عن هذه الليلة المباركة، هي للذكرى وتجديد محبة وتجديد أخوية وتجديد، مش نحن قوم جاية من بعيد ولاقين العواقير والعواقير ملاقين، لا نحن تراب وشراب وخوت ونسب وحسب. لذلك أي سوء يقع على العواقير يصدنا، طق فينا. بكرة برقة هذه تركب فيها قوم، إن كان نحن قلنا لا والله ما يشغلنا، يطق فينا السوء. لذلك الله لا يجيب سوء. نحن إن كان صار فيكم شيء صار فينا، وإن كان صار فينا شيء صار فيكم، ما فيهاش فرق. عبارة عن اللي يجي كان يبدا بالعواقير غريب يصفي جلوه بجلوه بس. سيدنا وحبيبنا محمد عليه أزكى الصلوات والتسليم. في البداية نشكر خوتي العواقير من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وهذه ما هيش غريبة عليهم. والعواقير هذوما خوالنا وبنيخينا وهلنا وعربنا وفزعتنا وفزعتهم نحن. وزي ما قالوا اخوتي هذا لقاء تعارف لا اكثر، لقاء تعارف بيننا وبين العواقير، ونحن لا يمكن يوم من الايام نسيبوا العواقير ولا العواقير يسيبونا، هذا مفروغ منه، ما يختلفوش عليه 2 عقاد لا في ورفله ولا العواقير. ونحن ان شاء الله زي ما قالوا اخوتي نسعوا ان نديروا حل في بلادنا،
نحن قبيلتين كبار ممتدة، بن وليد من الغرب والعواقير خوتي في المنطقة الشرقية. يفترض فيه أن نديروا حلول مع باقي القبائل الموجودة في ليبيا لبلادنا. راهي البلاد ضاعت لنا 12 سنة والناس تعاني. الآن المفروض نصبوا مصبة رجل واحد ونسعوا لقيام دولة لنعيشوا فيها نحن تو عمرنا عدل، لكن لأولادنا وأحفادنا يقولوا والله هلنا داروا زي ما نحن تو نذكروا في تاريخ أبانا وأجدادنا ونقولوا والله أجدادنا عقبونا. يفترض فيه نحن نعقبوا لأولادنا وأحفادنا ونشغلوا ببلادنا، لأن بلادنا راهو الآن ضايعة. الآن نشوف فيها عرب مستحيل، لا الخارج ولا عرب في الداخل تغرفوا، بس ما فيش حد يبي البلاد. اللي يبي البلاد ويحس بها هو المواطن العادي، هو اللي يعدي يشري وياخذ مرتب ويعدي يشوف في الأسعار في السوق، في اللي قصر عليه خبزته. فنحن زي ما قال أخوتي فرصة طيبة، ولقانا هذا لقاء أخوت مع أخوتهم، ونحن العواقير لا نتحملوا فيهم ولا يتحملوا فينا. وبارك الله فيكم وشكرا على حسن الاستقبال والضيافة. وراي هذه لها فترة أستاذ محمد الأصفر يتكلم فينا ويقول احنا نبوا لقاء مع أخوتنا ورفلة حق يعني، ولكن ربك مقدر أن نتلاقوا اليوم، وإن شاء الله زي ما قالوا الجماعة يعني بداية لقاء إن شاء الله خير للدولة لبلادنا. وبارك الله فيكم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ونشكركم. وبرضو في استقبالكم أخوكم الدكتور عارف، بارك الله فيكم، ودائما يبي لقاء مع أخوته العواقير، والآن هو عليه فراشكم وجايكم أخوكم وولدكم وصاحبكم وولد هالمدينة. وبارك الله فيكم وشكرا. بارك الله فيك يا حاج فرج على هذه الكلمة. الآن يونس مصطفى يعطينا كلمة مختصرة في هذه الليلة الكزة. اقدر اقول لك اولاد صلبه مرحبتين ونستونا. بارك الله فيكم. قرب المايك يا سيوس. قرب المايك. ايوه عطنا من المايك نقدر نحكي. المهم على كل حال بدي في جماعه منا هنا ميتين على الصلح. نحن اللي متضررين ونحن اللي مقتولين ونحن اللي ساير فينا واجد. خلوا عندنا دم وجه شويه. خلي عمرك مريتوا مسيره طالب في صلح مغرب بهالقبائل اللي نعرف فينا. ليش هذا؟ وفيكم اللي بياع حجيج يا راجل، لا اله الا الله محمد رسول الله. بغداد خربوها ودمروها وقتلوا العرب وجابوا لنا دواعش وجابوا لنا الاتراك وجابوا لنا لاني وانتم ماشيين تدوروا في صلح. هذا كلام عيب راهو. يعطيكم الله الصبر، الرزق على الله. ساعة تسقم فدرالية قالوا لنا هذول يقسموا في ليبيا. ما عندنا كم من ميعاد يضحكوا علينا. هذا كلام عيب راهو. يعطيكم الله الصبر وصبر على بلادكم سيفرج عليكم الله. صالح 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 ما مات. بعد دمروا بنغازي، بعد قتلوا اهلها، يا ما صار فينا الهدوا علينا 3 مرات على البترول، خشوا لعند المقرون. وينكم انتم وين نايمين؟ هذا كلام عيب راهو. المجامله في تقبع عرب بياعة حجاج ولا حاجه نحن نقولوا بكلام الحق اللي صاير لنا. والله العنتوا والنواب دراهم 100 ويشهم. وعطونا 80 نائب والجنوب عطوهم 40 نائب، وهذا شيء على كاهلنا. ما عاد نقدر نقضوا حاجه. عليش الصالح؟ عليش الصالح؟ ما عندكم حاجه صالح. سكتوا يفرج عليكم الله ولا يعطيكم الله عزم تديروا حرب ولا تديروا شي حاجه. والصلاة والسلام على رسول الله. الحال حموا الشباب طالبين الفاتحة على اساس نختم المجلس المبارك، لكن بصراحة ما نقدرش نختم المجلس بدون تعليق على كلام خالي الكزة، لأن أنا عندي يونس مصطفى الكزة العمدة، لأن عندي جدة العيد الكزة، فحبيت بس نعلق. أحيانا في ليبيا عندنا تعميمات تضر فينا جدا، لما تقعد تفكر إن الغرب وشرق وتشوف إنه مثلا الغرب هو اللي واخذ كل شيء والشرق مستضعف واخذين منا حقه. راهو يا جماعة الخير الألم موجود عند الجميع، موجود عند أخوتنا في الجنوب من مذبحة الشاطئ للمصايب اللي صارت في الجنوب، موجود عندنا عند أخوتنا اللي في الكفرة، موجود عند أخوتنا اللي في قربولي، موجود عند أخوتنا اللي في ترهونة،
موجود عند ورفلة القرار رقم 7 واللي صار فيها، موجود عند خوتنا ورشفانة اللي ابارها مليانه خرسانات صبوا فيها سمنت باش راهي الناس كلها وحده متضرره والناس كلها تعبت. والمفروض كنا مع بعضنا نديروا حل لليبيا مع بعضنا، يعني ما نقدرش نفكروا كل واحد يفكر في ألمه، لازم نقدروا كل آلام الجميع. وايضا التضحيات اللي ضحى بها الناس ضحوا بها الجميع، من كل القبائل في دواعش، ومن كل القبائل في ناس حاربت الدواعش، والحمد لله يا رب العالمين. نحن المفروض الاخيار من كل ليبيا يترابطوا ويتراحموا ويشابكوا ويحاولوا انهم يتعارفوا ويقووا صلاتهم بعضهم. احنا الغرض من هذا الاجتماع كان اجتماعي صرف، من باب صلة الارحام ومن باب المواصلة ومن باب التعارف اللي امر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، امر به المولى عز وجل في كتابه العزيز. التعارف بين القبائل وبين الناس هذا امر شرعي وامر محبوب وامر مرغوب، وهذا الغرض من هالجيه. وجينا البيت عز وبيت كرم بيت الاصفر، اصحاب جدي واصحاب والدي رحمه الله عليه، وحقيقه زي ما قال سيدي مفتاح كبيرنا وشيخنا، زي ما قال اللي فرحني فعلا اني شفت كل وجوه العواقير هنا وكل شيوخ العواقير بكل اقسامهم الثلاثه. هذا شيء شرفنا احنا ورفله، والحمد لله حتى نحن جيناكم بالخمس خماس وكل ورفله ممثله هنا. ايضا نقلكم سلام مجلس الاجتماعي لقبائل ورفله من بن وليد ومن جماعه سبها، كلهم لما سمعوا بهاللقاء طلبوا منا اقراءكم السلام. العواقير حاجه كبيره، وانتم اخوتنا واحبابنا واصحابنا وجيراننا، ونحن واحد زي ما قال الاخ الكريم اللي تكلم، قال مش حتى اخوه، احنا واحد مش اثنين. فنطلب الفاتحه. مانو الكبير في السن هنا يعني حد من اهل الله يعطينا الفاتحه. اي نعم اي نعم بارك الله فيك، شكرا. اي نعم الكلام اللي احنا تناوله بشكل علمي. نعم يا سيدي. نحن سيدي الشيخ هذا حنقراه وحنديروا اجتماع في مقرنا في القوارشه مع الاساتذه والدكاتره والمهندسين والشباب اللي بيتناقشوا في الامور الفنيه. بارك الله فيك. حنسقوها مع الاستاذ محمد ونديروا اللي قصده هذا جاي ان شاء الله، ونشوف القدرات والكفاءات كلها نتعرفوا عليها ان شاء الله. بارك الله فيكم ان شاء الله. الفاتحه تفضل يا سيدي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد من الفائزين ومن حوضه من الواردين الشاربين. اللهم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ويكون شاهدا لنا وليس علينا. اللهم احفظنا ببركة هذا القرآن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا رب العالمين. اللهم وحد شملنا، اللهم لم شملنا، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد كلمتنا يا رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. طبعا انا بس حاجه واحده، انا اريد ان اتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان، والحقيقه يعني والله ماني عارف كيف نحكي من هالاستقبال الطيب منكم انتم هذه العواقير لخوتنا والفله، كذلك والفله. انا شكركم على التكريم والتقدير بجهتكم كلكم، ونتمنى تتكرر بيننا في المستقبل وان شاء الله تروحوا سالمين طيبين ان شاء الله ويوصيكم طيبين. شكرا جدا.